الناس اللي كيديروا الحجابات، كاين اللي كيقول الحجاب، كاين اللي كيقول السبوب، كاين اللي كيقول لك الحرز، انا غندير هذا الحرز. علاش كيداروا هادو؟ الاعتقاد ديال الناس مثلا كيكون هذاك السيد مريض، او لا مراته مريضه، او لا الوليدات ديالو مرض، او لا عنده مشكله في التجاره. المساله الثانيه كيقول لك حنا لقينا واحد الحجاب او لا لقينا واحد السحر. السي مصباحي كيفاش غنتخلصوا من هذا الكتاب؟ واش حاشا المغاربه مني كنقولوا عليه كيتبطل؟ واش مني كنحاربوه كيتبطل؟ كاين اخوتي اللي كتلقى المغاربه خوتي، واش عباد الله كتلقى وليد صغير، كاين اللي وليد عنده 4 شهور 5 شهور عام، كتلقاه معلقين ليه كتاب في عنقه اولا معلقين ليه في يدو باش يحرق. كان ملي كنسولوه كنقول لها شري فيا علاش لا علاش هاد الوليد، علاش انت انا كنطرح عليهم اسئله لا هاد الوليد علاش السبب ديالو لقيتك معلقه ليه هاد الحجاب. قالت لك السي مصباحي راه الولد ديالي كتكون فيه الجعره باش ما يبكيش ليا بالليل، باش ما تضربوش العين، باش هادو المصطلحات ما كاين اكثر من هادشي خوتي. انا تلقاو عندي ناس رجال تبارك الله راه ولادهم كنلقاه داير معلق الحجاب اما في يدو، كاين اللي كتلقاه معلقو في رجلو، كاين اللي كتلقاه محزم بيه، كاين اللي كتلقاه دايرو في عنقو، كاين اللي اش دار، كاين اللي وهموه كيضحكوا عليه، كاين اللي كيديروا تحت راسو. تصور انت اخي دير الكتاب تحت راسك، هذه جريمه، انت دير شيطان تحت راسك. اللي كيدير الكتاب كيشدو قال لك وكيديروا في البسطام قال لي باش ما عمرش الجيب ديالك يقوى. يقول لك انا مثلا عندي مشكل في الخدمه، كيمشي كيدير داك الحجاب على حساب الخدمه. كاين اللي كيجيب داك الحجاب عباد الله كيدخلوا القهوه اولا الحانوت، كيقول لك باش كيدير الجلب باش تولي عنده تجاره محركه. كاين البنت اللي كتكون غاديه مزيانه في الحياه ديالها كدير داك الكتاب باش قالت لك تتزوج، تا واحد ما كيشوف فيها. خوتي هادشي كامل اللي هضرت عليه ما غتشوفوا منه هاد الاسوأ، وما غتشوفوا منه هاد الظلام، وما غتشوفوا منه هاد الخراب. وانا كنقول عليكم، انا كنحذركم من هاد المساله. اللهم اني قد بلغت. واش عمركم شفتوا شي واحد كيضرب نفسه بنفسه؟ هاد الناس اللي كيديروا هاد المسائل هادو راكم كضروا نفوسكم، راكم كضروا وليداتكم، راكم كضروا الناس. ولا جيتي يا خوتي المغاربه مني غتفتحوا داك الكتاب، علاش كيشدوه دابا؟ كيشدوا داك الكتاب وكيطويوه وكيديروا شي حاجه ما كيخلوكم تشوفوه. وافتحوا وشوفوا، وراه غتلقى فيه داك الطلاميس، ولا غتلقى فيه الجداول، وغتقدروا تلقاو فيه الاسماء ديال الشياطين. دابا بيني وبينكم اخوتي المغاربه، انا غنخدم بعقلكم نتوما، تبعوا معايا مزيان وغنوصل لكم الفكره. لو كانوا هاد الجداول كينفعوكم غادي ينفعوكم. وتخطى شي كتاب يكون مديور شي واحد، كتمرض، كتاب يكون جايباه وحده ولا واحد، الدخول على دري صغير كيمرض، يقدر تكون انت بداك الكتاب تدخل للدار تشتتها بسبب داك الكتاب. هذا شنو كيتسمى سحر مكتوب. كتكون ما مريضش وبسبب هذا الكتاب كتمرض راسك ولا تمرض وليداتك، ولا كيكون واحد الصبي مسكين بريء كتسبب ليه كيرتكبوا الجن بسبب داك الكتاب اللي درتي انت. واليوم انا بغيت ندير لكم، الا كتبحثوا على العلاج وبغيتي الدار ديالك تكون مزيانه، بغيتي القبول كتوجه للرقيه الشرعيه، بغيتي تعالج مريض كتوجه الرقيه الشرعيه، بغيتي زواج كتوجه للرقيه الشرعيه، بغيتي تخدم عندك مشاكل في الخدمه ديالك كتوجه للرقيه الشرعيه. اي حل اي مشكل عندك فيه كتوجه للرقيه الشرعيه وغتوصل النتيجه باذن الله. الحاجه المهمه الاخرى في الفيديو وهي انت كيفاش بغيتي تتخلص من هذا الكتاب، هذا الخطا اللي درتي، كيفاش تبطل هذا الكتاب وما يأذيكش هذوك الشياطين اللي مثلا في ذاك الكتاب.
كتشد داك الكتاب، اما كدير الرقيه وكيرقي داك الراقي كيرقي عليك الماء، كتشد الماء ديال الرقيه وكتخوي على داك الكتاب. وهذا هو الابطال ديال داك الجدول. اولا اي سحر لقيتوه مكتوب لا بغا يتبطلو وهي كتخوي عليه الماء ديال الرقيه. ونوصيكم وإياكم ثم إياكم ما تلقاش الكتاب تبول عليه، ما تلقاش السحر تبول عليه، ما تشعلش فيه العافيه. راه كتزيد دابا بحال كتقرب مثلا سميتو ليسانس العافيه، راك عي كتزيد المفعول ديالو ملي حاجه كتبول عليه اولا كتحرقو. دائما الماء ديال الرقيه هو اللي كيبطل داك الكتاب باش ما تاذاش. بالنسبه خوتي عديد من الناس كيسولوني، انا كنرقي في الواتساب في اي دوله في العالم، كتلقى انت ومراتك ووليداتك كنقرا عليكم في الواتساب، عندك توكان غتقيا، عندك الجن غتسرع. بالنسبه للتواصل هو 06 88 49 29 72. النمره الثانيه 06 16 90 91 33. كتسجل اوديو تقول لي المشكل اللي عندك، الاعراض اللي كتحس بها، وانت اش من مدينه ولا اش من دوله في كاين، وكتصبر. راه كاين الضغط على التليفون، راني لما جاوبتك هذا النهار نجاوبك نهار، المهم راه ملي غنوصل الاوديو ديالك غادي نجاوبك. وبالنسبه للناس اللي باقي ما جاوبتهمش ما يتقلقوش عليا، راه كاين الضغط في التليفون، راه الا ما جاوبتكش على 10 ايام غنجاوبك على 20 يوم، نقدر نجاوبك في نهار، نقدر نجاوبك في